احمد، اخبارك ايه؟ طمني عليك. اهلا اهلا. عامل ايه؟ حابب اسالك سؤال ناس كتير بتساله. ليه التكييف بيفصل في الصيف مع درجات الحراره العاليه؟ سؤال جميل. هقول لك ليه. الجهاز التكييف لما بيفصل في الصيف، تمام، حتى لو انت عامل صيانه تقول لي مثلا طب انا لسه عامل صيانه للتكييف وبرضه بيفصل. شوف، بعيد عن الفنيات، هقول لك حاجه مهمه قوي. ايه اللي بيفرق الجهاز عن التاني في السعر؟ كان ليه؟ في كده بعض الماركات من غير ذكرها بتبقى على الجهاز من بره كده مكتوب تروبيكال. تروبيكال، تمام، بلون احمر كده، هتلاقيها على الواجهه الخارجيه بره. طيب لو ما لقيتهاش، هتلاقيها مكتوبه على الداتا اللي بره بتاعه الجهاز تي 3 كده، تي 3، تمام. ده معناه ايه؟ تي 3 او التروبيكال الكباس ان هو كباس استوائي بيتحمل درجه الحراره العاليه. يعني مثلا الحراره عند 45 50 بتلاقي الجهاز شغال معاك، مش بيفصل هاي بريشر او حمل عالي. فهنا المشكله لو قابلتك بعض المشاكل اللي زي كده، وهتلاقي مثلا التملي في الفئات الاقل في السوق الاقتصاديه قوي، هتلاقي المشكله دي دايما لما الحراره بتزيد قوي 40 تلاقي الجهاز معاك فصل. تقول لي ما هو فعلا بيشتغل بالليل والصبح لا. هقول لك عشان كده لو الجهاز معمول صيانه ومغسول وكويس جدا، تمام. اما لو الجهاز عندك مش مغسول كويس، في تراب جامد بره وجوه، ده من اهم الاسباب اللي تخلي التكييف معاك يفصل دقيقتين واشتغل، دقيقتين واشتغل. فده كان هو ضمن اسباب ان التكييف بتاعك بيفصل دايما، هو زي ما قلت لك كده موضوع الصيانه. رقم اتنين، لو انت جهازك من الفئه الاقتصاديه رخيص شويه، هتلاقي المشكله دي تملي. عشان كده تملي انا نصيحتي لما حد هيجيب جهاز تكييف، ونصيحتي برضو اليومين دول يعني الاسعار برضو كويسه مش غاليه، لان طبعا كل ما الصيف بيخش معاك الاسعار بتعلى. تملي انا بنصح تملي بدل ما انت هتجيب جهاز، هات جهاز كويس، تمام. زي ما قلت لك كده، هات كباس تروبيكال، كباس يتحمل معاك الحراره، عشان انت في الصيف انت دافع مبلغ كويس في الجهاز، فانت بقى يعني مش تاكل شويه بقى جو حر اللي بيفصل الجهاز، هتتخنق، هتخنق بجد، وموضوع يعني هيتعبك نفسيا. فانا وغير بقى الصيانه، وغير ده الفني اخر عليك والدعم الفني، احنا في غنى عن الكلام ده. مش حاجه رخيصه، هات حاجه كويسه، تمام. وفي السوق حاجات كويسه اقتصاديه، دي برضه كويسه مش رخيصه قوي، موجوده في السوق. فده كان فيديو النهارده عن موضوع التكييف. ولو حبيتوا مثلا حاجه، سؤال في التكييف ولا حاجه، اكتبوا في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم. سلام. شكرا لمتابعينا. لو المحتوى بتاع احمد عويس عجبكم اعملوا لايك وشير. احمد بيتكلم عن الصيانه عموما والمعدات. استنونا في الفيديو الجاي.